لا تجلب الفيديو. اسمع ان التمرين الصبح اثناء الصحيان من النوم، وهي تشرب اللي انت تشرب كوبايه ميه الصبح، ده بتحسن من تحسين اللياقه طول اليوم، وتحرق الدهون، وتساعد على حرق السعرات الحراريه، وتنشط الجسم خلال 24 ساعة. وازاي اقدر العب التمرين ده؟ 5 دقايق على الجراية او التريد ميل، بتساعد على تقوية الجسم وتركيز العقل، وبتساعد على تزويد الهرمونات في الجسم. انها التمارين دي بتقوي عندك العضلات الضعيفة، وتنشيط الدورة الدموية، وتوصيل الدم الى عضلات لا توصلها الدم، لانك انت لما بتصحى الصبح في عضلات نايمة ما بتشتغلش، ودي بتخلي عندك كسل وارهاق. ودايما الجري 5 دقايق الصبح بتساعد على تزويد قوة العقل وتنشيط الجسم وتزويد القوة. اما تمرينات السمانة وهي تقوي الرجلين، ودايما بتخلي الرجلين مشدودة، وبتوزن الجسم، وبتأثر على توازن الجسم والحركة، وبتزيد عندك في هرمون التستوستيرون، وبتحسن اثناء اداء التمرين او الجري او القفز. التمرين بعد التمرين السمانه بعد الجري من التمرينات الكويسه جدا. وبعدها ممكن تلعب التمرين الاطالات، والتمرين الاطالات كامله، وهي تمرين كامله من فوق لتحت، وهي بتساعد على اطالات او العضلات الضامه وتوسيع الحركه اثناء العمل او اثناء عملك وشغلك. الفوائد التمرين الصبح بعد الاستيقاظ من النوم دايما بتنشط الدوره الدمويه، بتخلي الدم يدور ويوصل الاكسجين للمخ، وتحسين المزاج، ويرفع هرمون السعاده، ويقلل من التوتر. وهي تمرينات اثناء الصبح، وزياده النشاط والتركيز، ويصبح الجسم دايما عنده طاقة إيجابية. وأثناء النوم بيساعدك على نوم عميق بالليل وراحة في النوم. كوباية المية هي بتنظف المعدة دايما قبل التمرين، وفي أثناء العرق الصبح بيتخلص من السموم داخل الجسم، وبتنشط الأعضاء الداخلية مثل الكبد والكلى، وتحسين الهضم وتنشيط المخ. وهذه التمرينات بتساعدك على كفاءة عضلية قوية طول اليوم. انت بتمارس لعبة او بتمارس رياضة معينة، التمرين دي تمارين مفروض عليك اللي انت تلعبها الصبح قبل عملك وقبل شغلك، لانها بتحسن من الاداء الجسم. مش ده تمرين اساسي اللي انت تقدر تلعبه في كل يوم، لا، دي وجبة صغيرة جدا في التمرين اللي هي بتساعدك على قوة الجسم وتنشيط الجسم طول اليوم، وتنشيط العقل، وتزويد القوة والتركيز، وتزويد نسبة الأكسجين إلى الدم والمفاصل. والتمارين بتساعدك على قوة التخلص من السموم. وزي ما انت شفت في الفيديوهات، ركز في التمرين ده، هتلاقي التمرين ده جاي من عند الرجلين لحد ما يوصل العقل. يعني انت بتبدأ من عند الجري والسمانة، بيزيد معك توازن جسمك ويوصل لآخر حاجة عندك في الكتاف. وهذا التمرين لو استخدمتها يوميا بيشيل التوتر والإرهاق والكسل، وتفضل 24 ساعة عندك راحة نفسية تامة من هذه التمارين. ويا رب يكون الفيديو عجبكم والمعلومات يكون مفيدة. انا بمارس دايما التمارين دي، ولو ما مارستش التمرين ده الصبح بحس نفسي اللي انا تعبان ومرهق ومش بقدر احس طول اليوم اللي انا عندي اكتئاب. فمارس التمارين دي لو انت اي فئة تمارسه، مش ضروري فئة واحدة بس، رجال شباب بنات، لو مارسوا هذا التمرين ده مفيد جدا. وهو التمرين اخر خالص في كل حركة 5 دقايق، يعني 25 دقيقة 30 دقيقة بالظبط التمرين في اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.